ولادة عبد الله بن عباس. في فترة المقاطعة ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في الشام. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. استطاع نفر من قريش ممن كانوا متعاطفين مع من في الشام أن يدخلوا الكعبة ليمزقوا هذه الصحيفة الجائرة، فوجدوا حشرة الأرض أكلتها كلها إلا باسمك اللهم. وفاة أبي طالب. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقاطعة قريش. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب كلمة التوحيد وهو في نزاعه الأخير ولم يقدر الله له ذلك. مات أبو طالب على الكفر وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. متفق عليه. نزل قوله تعالى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في هذه الآية أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من أقرب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. صفحات من التاريخ.